سلام، نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين مزيان، احوالكم طيبه ومرحبا بكم دائما على قناه كوزين نوها. وفي اطار حلويات العيد غادي نشارك معكم حلوه كتجي بالمشروب ديال الرمان وكاوكاو، كتجي اكثر من رائعه ولذيذه بزاف. نخليكم مع الطريقه والمقادير وفرجه ممتعه. وبسم الله على بركه الله. عندي 250 غرام ديال الزبده، ودائما كتكون بحراره المطبخ. كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، عندي هنايا مشروب ديال الرمان، عندي كاس ديال الكاوكاو اللي كيكون محمر ومطحون، عندي 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، وعندي فاني وخماره ديال الحلوى والدقيق حسب الخليط. عندي هنايا الزبده واللي كتكون دائما بحراره المطبخ باش كتجينا سهله في الخدمه. كنضيفوا ليها كاس ديال السكر، وكنضيفوا ساشي ديال الفاني، كنضيفوا عليها قبيصه ديال الملح باش هكا كنصحوا الذوق. كنخدموا الزبده ديالنا مزيان مع السكر. قد ما خدمنا الزبده ديالنا والسكر حتى كيذوب لينا مزيان، قد ما الحلوه كتجينا ناجحه وزوينه حتى في المذاق. من بعد ما كنخدم الزبده ديالي مع السكر غير شويه، كنضيف ليهم الكاس ديال الزيت وغادي نخدمها مزيان مزيان حتى كتولي ليا على شكل بوماد او على شكل كريمه. بالنسبه لهاد الحلوه راه كتخرج واحد الكميه اللي هي وفيره، تقريبا 100 حبه او اكثر. صافي كنخدموا الزبده ديالنا مزيان، كنبقاو هكا كنخدموها حتى كتولي لينا كريمه. صافي هنايا بعد ما خدمتها مزيان على هاد الشكل، كنضيفوا ليها المشروب ديال الرمان اللي كيعطيها واحد المذاق زوين بزاف، وغادي نضيف 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر باش هكا كيجينا ساهل في الخدمه. وكنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تدعموني باللايك ديالكم والبارطاج مع الاهل والاصحاب اللي تاعهم الفائده، ولو كومونتير ديالكم زوينين. و الى اول مره غادي تشوفوا الفيديو ما تنسوش تضغطوا على الجرس باش هكا يوصلكم دائما الجديد. هنايا ضفت الكاس ديال الكاوكاو اللي كيكون محمر ومطحون، كنخدمو مزيان مع الكاكاو والمشروب ديال الرمان والزبده والزيت. هاد الخليط اللي درنا في العجين راه كيعطي واحد المذاق اللي زوين بزاف للحلوى. غادي نضيف هنايا ساشي ديال الخماره ديال الحلوى بوزن 8 غرام. صافي وغادي نخلطها مزيان مزيان، ومباشره غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه. هنا تقريبا خدات ليا 800 غرام ديال الدقيق، ودائما ما كنضيفوهاش دفعه واحده، كنضيفو بالتدريج وشويه بشويه باش هكا كنتحكموا في العجين ديالنا وما كيتقصحش لينا. ودائما راه كتبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق. صافي غادي نبقى حتى نجمع العجين ديالي كامله مزيان، والعجين كتكون رطبه وما كتكونش كتلصق في اليدين، ما خاصهاش تكون قاصحه نهائيا. هنا غادي نشكل الحلوه ديالي كويرات، وغادي ندوزها في البيض ديال البيض اللي طربته مزيان من قبل، وغادي ندوزها في كاوكاو كونكاسي اللي حضرته غير في الدار. كناخذوا كاوكاو كنسلقوه اولا كنديروه غير في الماء السخون، كنديوه نجيبوه مزيان في هذاك الماء اللي كيكون سخون مزيان، وكنصفيوه وكنشفوه، كنديروه فوق البوطه غير شويه حتى يتصهد، وكنطحنوه في الهاشوار اولا في الطحانه، وكتغربلوه في الغربال اللي كيكونوا العيون ديالو شويه كبار. صافي وكنبداو نخدموا به الحلوه ديالنا كما بغينا. صافي هنا من بعد ما شكلت الحلوه ديالي كتاخذوا اي طابع بغيتو وكتطبعوا بها الحلوه ديالكم، اولا ممكن غير دوزوها في البيض والكاوكاو كونكاسي وتضغطوا عليها شويه وتقبوها غير بالصبيه ديالكم. فانا درت هاد 2 الاشكال، وكتسخنوا الفران ديالكم مزيان وكتدخلوا ليه الحلوه
ديالكم حتى كطيب من التحت وكتحمر شويه، وعاد كنحمروها من الفوق. ودائما العافيه راه كتكون مهيله. ولا كان ديال الفرن ديال الكهرباء راه كنديرو على 170 درجه. هنا الحلوه ديالي من بعد ما طابت كتجي على هذا الشكل. صراحه كيجي الشكل ديالها زوين، وحتى المذاق ديالها كيجي اكثر من رائع. هنايا الشكل اللي درتو بالطابع، والشكل اللي هكا غير تقبتوه غير الصبع ديالي. غادي نزينهم بشويه ديال الشكلاط بيض اللي ذوبته من قبل. التزيين دائما كيبقى على حسب الاختيار، ممكن ديروا الشوكولا كحل اولا الشكلاط بيض اولا الكونفيتور اولا صلصه ديال الكراميل، نتوما كيبقى عندكم الاختيار. انا هنا اكتفيت غير بشكلاط بيض، وغادي ندير خطوط من الفوق ديال الشكلاط اللي كيكون كحل. انا في هاد الحلوه ديال هاد العيد فاكتفيت غير بداكشي اللي متوفر عندي في الدار، فهكا ما كنكلفوش على راسنا وكنبقاو دائما في الاقتصاد. وهنا الحلوه ديالي من بعد ما وجدات كتجي على هاد الشكل. كنتمنى تجربوها وبالصحه والراحه.